رحلت سيدة المسرح العربي اليوم عن عمر يناهز 93 عامًا بعد مسيرة من العمل الفني منذ عام 1947، حيث بدأت ولها الكثير من البصمات الدرامية، ولكنها تميزت بأدائها المسرحي الرائع، وقدمت أكثر من 100 عرض، منها سكة السلامة والسبنسة وربع العدوية ودماء على ستار الكعبة وسقوط فرعون والفتى مهران. وكانت مبدعة استثنائية قد ولدت في حي شبرا بمدينة القاهرة، وهي صاحبة أطول فترة في المسيرة الفنية في تاريخ السينما العربية، حيث كانت بدايتها الاحترافية كما أشرنا من عام 47 وحتى الآن. وفي عام 49 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات، وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما.